اني مالك قاعد مهموم كده ليه؟ مخنوق والله. عايز اقول لك ان الايام دي اصعب ايام عدت عليا في حياتي. طب استهدى بالله، بس اكيد عندك مشكله، وكل مشكله وليها حل. لا والله مفيش حاجه، انا مخنوق بدون سبب، مش عارف انام كويس، مش عارف اشوف شغلي، مش عارف افكر في اي حاجه، مش عارف اعمل اي حاجه. طب مش عارف اتكلم مع اي حد، حتى لو الحد ده انا بحبه ومتعود ان انا بتكلم معاه. بحب اقعد لوحدي كتير الفتره دي، حاسس ان انا مش كويس، عندي احساس ان انا محبط ومخنوق ومش عايز اي حاجه من الدنيا كلها. عايز اقول لك ان ده اكيد ان انت مش قريب من ربنا، وغالبا ما بتصليش. والله الحمد لله بصلي، وبحاول على قد ما اقدر ان انا اكون قريب من ربنا، وبرضه مخنوق، بتعامل في كل حاجه وبرضه مخنوق. عارف اللي هو كل حاجه بالنسبه لك عادي، حد يتصل بيا يكلمني انت كويس عادي، انت تمام عادي، كل حاجة عادي، كل حاجة في حياتك عادي، وده الرد بتاعي. بس انا من جوايا مخنوق، نفسي اكون كويس والله، نفسي اكون مبسوط، وبحاول اعمل ده بس مش قادر. حول ولا قوة الا بالله. طب بص، اول حاجة عايز اقول لك عليها، اوعى تستسلم للحالة اللي انت فيها. انت لو هتضحك على عقلك ان انت فعلا كويس، اعمل خير كتير، طلع لله يا صديقي، وعلى قد ما تقدر، مش شرط فلوس بس. طبعا عارفين ان الاحسان صوره كتير جدا. سامح عشان تخرج الطاقه السلبيه اللي جواك. ممكن يبقى احساس جواك انك انت اتضحك عليك، او ان انت مظلوم، او ان انت مريت بموقف وما خدتش حقك، وفاكر ان انت سمحت، بس من جواك مش متسامح، ونفسه ينتقم، ونفسه يعمل حاجات كتير، بس اخلاقه ودينه اللي مانعينه. سامح، وخليك واثق في نفسك، وخليك واثق في ربك، اوعى تاذي حتى لو اذاك كده. صدقني والله هتلاقي نفسك خرجت من الحاله دي وبقيت زي الفل.